لكن أعلى محبة الناس هي أن تكون لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل الصلاح، لأجل الخير، لأجل حفظ القرآن، لأجل فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أي هذه أسباب أن تكون وليا لله سبحانه وتعالى، المحبة. والحقيقة إشكال عظيم أن تزهد في المحبة في الله، وأن تتاح لك سبل المحبة، وأن تجد إخوانا لك على ذات الطريق، على نفس العقيدة ونفس المنهج ونفس الطريق، وأن تجد أناسا معك في المسجد يؤمنون بالله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الشيطان بينك وبينهم بالنفرة. لا أقول عداوة، قد لا تكون عداوة، لكن تحصل نفرة، ولا يستثقل فلان وحساسيات وحسد وحقد وبغضاء ومحاولة تصيد أخطاء. الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كثرة الخلاف، كثرة المشاكل، ترك الناس لتسوية الصفوف أمر ظاهر سبب في تنافر القلوب. تنافر القلوب أمر مذموم، ولهذا ينبغي أن نحافظ على مساجدنا، على مناطقنا، على مدننا، على دعوتنا، على ألفتنا، على محبتنا، على قبول الناس للخير والحق، أن نغرس التفاؤل والمحبة والمودة، أن نحرص على تمتين علاقاتنا ببعض. زلة هفوة من أخيك، تجاوز يا أخي، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تريد أن يعفو الله عنك؟ كم من خطايا وكم من زلة لي في الخطايا، والله ذو عفو عني ومني. كم من خطايا لك وذنوب ومعاصي وزلل وخطل وغلط، ألا تريد أن يعفو الله عنك؟ اعفو أنت عن الناس، تجاوز، لا تمسك بالكبيرة والصغيرة، تضخم، الشيطان ينفخ وأنت تجري خلفه، ويحصل شقاق، وتضعف أمة الإسلام، تضعف وحدة المسلمين. وينبغي إذا رزقنا الله تعالى المحبة والمودة ولم نكن على خلاف وكنا على وفاق، أن نعظم هذه الرابطة الإيمانية وأن نعتني بها، فهي نعمة إذا فقدناها شعرنا بقيمتها. قد لا نشعر بها الآن، لكن انظروا إلى هذه الفتن التي مرت بنا في سنين عدة، كم فقدنا من أحبة. اختلاف الرأي، اختلاف النظرات، اختلاف الوجهات، اختلاف التوجهات، اختلاف الأيديولوجيات، كم فقدنا من أحبة. فتن في الدين والدنيا، تبديع وهجر، سياسة دخلت بين الناس، كم فقدنا من أحبة. تمنينا أن لو لم تدخل بيننا وبينهم الفتن. إذا نظرت في هذا الحال تأملت وعرفت معنى هذه النعمة التي لا زالت عندك منها ما كتب الله عز وجل. حافظ على المودة الباقية هذه، حافظ على صلاح حالك مع حال إخوانك بالنصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بالتقويم، بالتي أحسن للتي هي أقوم، برد المخطئ عن الخطأ بقصد إصلاحه وتقويمه، والتلطف في كما مر بنا: يا عم، يا غلام، انفض على رسلك. لا بد أن نحافظ على ما تبقى من مودة ومن لحمة ومن تآلف، فهذه نعمة لو فقدناها لذهبت، وهي من الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا دائما أن يديم بيننا المودة والمحبة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، ألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هي نعمة لابد أن نحافظ عليها.